الفيديو ده هقول لك فيه على اهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا فيديو النهارده باول اخبار الاهلي. نادي ترامسو النرويجي يشترط الحصول على ما يقارب 2 مليون و500 الف دولار من اجل التخلي عن خدمات مهاجمه الانجولي اليستين كاميتشي للاهلي خلال فتره الانتقالات الحاليه، وذلك بعدما تقدم الاهلي بعرض بقيمه مليون و500 ألف دولار عن طريق الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس الأهلي من أجل الحصول على خدماته. واتجاهات في الأهلي بالتراجع عن الصفقة نظرا للمغالاة المالية من جانب إدارة النادي النرويجي من أجل التخلي عن خدمات اللاعب للأهلي. الأهلي يحسم التعاقد مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة أحمد رضا النادي البنك الأهلي من أجل الحصول على خدماته. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي أنهى كل اتفاقياته بشأن الأمور المالية والتعاقدية مع إدارة نادي البنك الأهلي من أجل الحصول على خدمات عمرو الجزار مقابل 60 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة أحمد رضا، وذلك بعدما رحب أحمد رضا لاعب الأهلي بالخروج على سبيل الإعارة لصالح نادي البنك الأهلي ضمن الصفقة. ويؤكد بأن الأهلي في الوقت الحالي بينسق كل الأمور مع اللاعب وإدارة ناديه بشأن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.